معاكم أستاذة أماني إبراهيم، محامية المتهم ريان في قضية كرموز. القصة بدأت إن يوم 21 مارس وهو عيد الأم الحزين، يوم ما أنا عرفت الواقعة دي كنا بالليل، وجي بلاغ من الأهالي في بشاير إن في حد بيرمي نفسه وفي حالة هياج شديد وكده، وبيرمي نفسه من على عمارة الدور ال 13. طبعا الناس بدأت تسيطر عليه واتصلوا بالمباحث مشكورين، عمرو بيه ابو قمر ومصطفى بيه طبعا رئيس المباحث بتاعنا. انتقلوا على الفور ولقوا الولد في حالة هياج وحالة بكاء وحالة من الهستيريا النفسية. بدأوا يهدوه عشان يعرفوا ايه السبب ان انت عايز تنتحر او ليه عملت ده. طبعا تلاحظ اليهم ان الولد مجروح في الرسغ بتاع الايد بموس او جرح، والايد التانية وعند الرقبة. فبدأ يهدى وبدأ يحكي ان في شقته تحت في الدور السادس، والدته واخواته مقتولين، هما والدته قتلتهم وماتت بعد منهم. وفضل هو قاعد بقاله الواقعة يا جماعة من يوم 17 مارس، يعني 17 18 19 20 21، يعني 5 أيام الناس بتتصفى في الشقة. طبعا الأطفال أرواحهم بيبقى دمهم يعني الله أعلم بهذه اللحظة، فطبعا خدوه على الفور ونزلوا الشقة فعلا، وفعلا لقوا الحالة دي ولقوا حالة من الغرقان الدم، والمواس موجودة فين؟ في المطبخ عنده. فبدأوا طبعا يحققوا البلاغ، بدأ الولد يهدى. طبعا تقدم أحد الأهالي اللي هو شاف واقعة إنه عايز ينتحر من فوق، وقال والله ده ريان ولد مؤدب وبتاع، واحنا مش عارفين مش مصدقين اللي بيقولوا ده. بدأوا ياخدوه على الاسم، وتقدم شاهدة يقال إنها صديقة للمتوفية إنجي الله يرحمها. إنجي 41 سنة ومتزوجة من راجل أردني بيعيش في السعودية بقاله فترة طويلة، وهي تعتبر لسه راجعة البلد بقالها حوالي سنة أو سنتين أو سنة ونص بالتقريب. وطبعا المعيشة هنا غالية والمصاريف، وكانت صاحبة مرض مفاجئ، وكان يقال ان زوجها ده عنده مشاكل مع الكفيل، فطلب منها تنزل تتعالج في مصر على نفقة الدولة. بدأوا الأهالي يساعدوها وكانت الحياة ماشية إلى حد ما. ايه القرار، ايه اللي تم او ايه اللي حصل؟ طبعا مفيش خنق، مفيش مخدات، مفيش اي حاجة من اللي بتتقال على السوشيال ميديا. في قطع في الأوتار للرسغ، في للرقبة اللي هو عرق النبض زي ما بيقولوا. المعاينة الأولانية إن في جروح قطعية بما فيهم ريان، لأن ريان حاول أصلا إنه يموت نفسه. هل ريان ما هنش عليه نفسه؟ فلو ما هنش عليه نفسه يبقى هو فعلا ما هنش عليه إخواته. هو بدأ يوم 17 على كلام ان هو 27 رمضان، ليله 27 اللي هي ممكن تكون من وجهه نظرها ليله القدر مثلا. فبداوا ان هم من قبل المغرب كده تقنعهم ان هو لا انت اسمع كلامي وساعدني والكلام ده كله. هو قال انا ما بقدرش اقول لوالدتي لا وما ينفعش اقول لها لا، ولكن يعني عايز اقول لك ايه، ما تخيلتش ان ده يحصل على ارض الواقع. يعني ما تخيلتش ان اخويا اللي بيجري ورايا وده اللي بيجري على كتفي ابص الاقيهم كلهم كده. فاللحظه هي جت كده، فحتى طلبت منه ان يخنقها، قال لها ما اقدرش، فقالت له ريح امك والكلام ده وانت ارمي نفسك من فوق. اشترى المواس، فهي بدات بالبنات الاول ثم الصبيان، وبعد كده هي ماتت في يعني في دايركت برضو نفس الجروح. على فكره كلهم نفس الجروح القطعيه دي، عشان كده بنقول اكيد الايد اللي عملت ده ايد واحده. الاطفال كلهم يمين وشمال، الام الايد اليمين تقريبا، لكن الاطفال الايدين الاثنين. البنات الايدين بس، البقيه الصبيان ايدين ورقبه، يعني البنتين ايدين بس. فده طبعا لحد ما يجي معانا بقى الطب الشرعي ونرفع البصمات ونشوف مين اللي كان ماسك الموس ومين اللي كانت بصماته مطابقه لده من عدمه، في امل ان هو يعني ان شاء الله يقدر ينصفنا، وان ريان يكون مستقبله احسن من كده، ويمكن ربنا جعله موجود شاهد على هذه الجريمه يمكن تصحي مجتمع بحاله، مش عيله ريان بس. يعني اكتشاف القضيه تم يوم 21 مارس اللي هو السبت حوالي عشان كده بسميه عيد الام الحزين. كان تقريبا الساعه 1 بالليل او 2 بالليل بدات
الدنيا تبقى واخده بالها من ان الولد بيرمى نفسه، مش من الواقع بقى. احنا من يوم الاثنين لحد يوم السبت تقريبا. يعني احنا من يوم 17 18 19 20 21 يبقى معانا، لانه احنا في الفجر 4 ايام تقريبا. اللي الناس عايزه توصلك ده قاتل وده جاحد، لا احنا هو ما قالش ان هو نفذ؟ لا اقواله ما قالش ان هو لا حتى المواس ما راحش اشتراها، نفذ تعليمات والدته. ان والدته طلبت منه وهو حتى قال لها طب سيبيني انزل اشتغل. قالت له يا ابني هتشتغل، طب هتشتغل هتجيب كام؟ لا اسمع كلامي اللي انا بقوله لك ده صح. بس هو رفض يشتري مواس وراح يوسف اللي هو تقريبا 15 سنه الاصغر منه دايركت، هو ده اللي راح اشترى المواس. يعني لو هو راجل ولد جاحد ولا قاتل ولا قاصد، ده كان موت نفسه بسهوله جدا. عاش 4 ايام في بحيره دم لاغلى الناس واهم الناس واللي يعرفهم في حياته، امه واخواته. الاطفال ما صرختش، الاطفال يعني ما اعتقدش ده يحصل، لان هم بالذات البنتين كانوا في حاله نوم في الغالب، يعني في الغالب ان هم كانوا في حاله نوم. الصبيان ممكن تكون وجهه النظر برضو ان دي امهم اقنعتهم، لان انا الام مدرسه، انا بقنعك ان الصلاه مهمه، اقنعك ان الحرام تاخد فلوس من حد انك تسرق. جايز اقنعتهم ان احنا نهايتنا دي هي لازم تبقى كده. والنهايه اللي ملهاش تفسير عندي اهل انجي 41 سنه ام ريان، انتوا فين يعني؟ انتوا فين وبنتكم بتدفن متشاله عشان ما فيش نقاله؟ انتوا فين وبنتكم بتدفن عشان صدقه؟ مقابركم فين؟ ليه قبلتوا ان الغرب يشيلوهم؟ يعني اهل جوزها جاحدين، انتوا كمان. يعني انا اعرف ان عندها اخت مش صبيان، عندها عيله، انتوا فين يا جماعه؟